It's beautiful, how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild. You're in the wind, I'm in the water, nobody's son. Guys, welcome back and welcome to my channel. النهارده اول فيديو في الترم التاني من تانية. so excited. اكيد باين عليا. فهنروح نعمل الفيجن بورد بتاعتنا اخيرا في مكتبة الجامعة. بعد ما نخلصها ونخلص كل الوركس اللي علينا هروح عامله ايه، هروح رايحه الجامعة، بس راح احضر الليكتشرز اللي عليا كده يعني very productive في اليوم. باي، see you there. هنعمل our vision board today. So excited. شغل المايك من الصوت يكون واضح ليكم. جبنا مايك عشان اللي بفضل اقول الصوت جبنا مايك اخير. هنعمل our vision board today عشان الفترة اللي فاتت كان كلها امتحانات، وكانت الامتحانات ضغطانا overdose، فكان الشهر اللي فات كله كان امتحانات، والاجازه ما كنتش عارفه انزل اصور الورق واعمله، لكن دلوقتي جاهز. يلا نعمل اور فيجن بورد مع بعض. هكتب اول حاجه كل اللي انا عايزه اعمله النهارده عشان ما انساش اي حاجه. كتبت كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها هنا قبل ما اروح الجامعه، عليا ليكتشرز كتير والله. يلا نقص الورق مع بعض. عاملين ايه؟ حياتكم عامله ازاي في الجامعه؟ النهارده اول يوم في الترم، فمتحمسه ان انا اعمل فيديو بورد بتاعتي عشان افضل طول الترم احقق فيها. يعني في حاجات للترم وحاجات لا، انا مقسماها. هبقول لكم بعد ما اخلص اقص كل الورق تمام، بعد كده هبقى اقول لكم انا عملت الفيديو بورد بتاعتي ازاي. خلينا نخلصناها. اولا انا مش عامله بس فيجن بورد واحده، انا عامله اتنين، واحده ل 2026 والتانيه ل 2030، لكن دي ممكن اعملها في البيت عشان مش هيبقى في وقت اصلا ان انا انجز اللي عليا كله. let's to start. ده عشان مش هعمله حاليا، بعملها في البيت احسن. ازاي انا اصلا بكتب الجولز بتاعت الفيجن بورد؟ عموما انا بكتب كل الجولز اللي انا عايزاها، كل الاهداف اللي بتخطر في بالي، سواء السنه دي او السنه اللي بعديها او السنين اللي بعديها. انا بكتب كل حاجه بتخطر في بالي عشان دايما افتكر ان ده عباره عن جولز انا حطاها. فهنلم الحاجات اللي احنا مش عايزينها ل 2026 وهنعينها عشان بتخص 2030. اوكي، هندور مع بعض على ايه، على 2026. دول لا مش حاليا، دي هي مش السنة دي، مش السنة دي طبعا. دي طبعا السنة دي اكيد، يعني اقل رقم، بس هيكون لي بارت معين من السنة. يعني انا مثلا مقسمة السنة فور بارتس، كل بارت عبارة عن 3 شهور، وحاطه له اهداف معينة مختلفة انجزهم فيها تمام. فده ممكن يكون من اهداف السنة
لكن يعني ممكن يكبر شوية. اتمنى يعني تساعدوني. طبعا دي مش السنة دي، يعني مش نأفور شوية. طبعا دي كمان مش السنة دي، دي السنة دي. مش السنة دي برضه. لازم نعرف احنا امتى هنحط الاهداف. لازم نحط اهداف واقعية، تمام؟ مش عايزين نحط اهداف نقدر نحققها وفي الاخر نقول اوه انا ما قدرتش. لا، عايزين نحط حاجات واقعية. دي برضه مش السنة دي. هو عموما اي حاجة بقول مش هعملها السنة دي سبحان الله بتتهيأ وبتتعمل. يمكن ودي طبعا مش السنة دي. اتمنى بقى تتحقق السنة دي، اتمنى. طبعا مش هتخرج السنة دي. نعمل ايه تاني؟ لا مش السنة دي. ودي برضه مش السنة دي. وايه تاني؟ عايزين ندور على ترند نتفليكس. انت رحت فين؟ اهي 2026. حط دول كده. نبدأ بزراعينا عشان نفتكر ده السنة دي ولا لا. تمام. Where is ده قلم ميادة اختي طبعا بتجيب لي كل سنة قلم. والله كتر خيرها يعني تجيب لي مصروفها طبعا. هروح اعملهم كلهم بعد كده باجي عشان ما ياخدش وقت مني. عملنا شوية اكملها بعد كده اوريكم فاينل ريزلت. اوكي، وبعد كده ننتقل على الحاجات التانية اللي انا عايزة اعملها عشان ما عنديش وقت اصلا. على فكرة بحس ان الطريقة صح، بس هي احسن من ان انا اقعد ازيد. الحمد لله اتوضينا وحاليا نروح نشوف الصلاة اللي علينا. حاليا خلصنا بس ما انجزتش كل اللي عليا برضه. هعمل ايه؟ هروح احضر الليكتشرز اللي عليا. انا عملت الفيجن بورد، خلص الورد اللي عليا برضه في وقت الفراغ ما بين كل ليكتشر، والباقي ان شاء الله لما اروح، يعني لما روحتش تعبانه هعمله. سلام. نروح بقى الليكتشر. ومستساغ الطعم، بالاضافه اللي بيخش في اغلب الصناعات الغذائيه. لا بيزيد لا كيكه ولا طرائر ولا خلاف، بيخش بكله، بسكوت داخل بكل الصناعات. لحوم الدواجن نسبه البروتين فيها 25 35%، منخفض الكوليسترول، سهل الهضم، قيمته الاقتصاديه او السعر مقابل القيمه يعتبر معقوله او جيده. عمليه الاعتماد على الاستيراد كانت تشكل اهميه للانسان وبتتكاثر تحت رعايته. قلنا ايه؟ انه يزود ان انا دخلت ادرس اصلا. عاملين ايه؟ خلاص بقى ده عباره عن ايه؟ بروتين على فكره، بس بروتين غير زائد في الماء، وده هناخده طبعا بقى ايه في جزء البروتين مع بعض. يوجد الكبريت في الاحماض الامينيه زي السيستين والميثيونين، ويساهم في بنيه البروتين من خلال روابط ثنائي الكبريتيد. ووريتكم الصوره اللي هي بتاعت اللي هي الشعر قبل وبعد دي، السشوار اللي انت بتروح تعمله ايه عند الحلاق المعيز بتاعك. ماشي.
فانت زي ما قلت لك في ناس بيبقى ربنا خالقهم جيناتهم كده، بيبقى في نسبة كبيرة من السيستين موجود في شعره، فبتلاقي الشعر ايه؟ ناعم. طب الديفولت بتاع البني ادم بيبقى السيستين، ده بيبقوا مربوطين ايه؟ في بعض. لما حضرتك بتعرضه للحرارة للسشوار، الرابطة دي بيحصل لها اكسدة فبتفك، فتلاقي الشعرايه ايه؟ فرد. جريت انت سيادتك خدت ايه؟ دش ميه تروح داخله الايه؟ زغتين الطرق. بس فهمتوا؟ نفسكم في اي حاجه مني؟ نعسانة عايزة انام بطريقة مش عارفة اقولكوا ازاي. ما نمتش امبارح فعايزة انام كتير. خلصنا بس 2 lectures، لسه باقي 2 برضو. يعني بعد المغرب بالظبط هكون في البيت. يا دوب اصلا اروح، بعد كده باكل، بعد كده بفكر امنتج الفيديو وانزله. تنبط محلي بره مصر، خارج مصر، لوج هورن، بالمسروق، نو هامبشاير، الحاجات دي كلها كتير بقى، عد سلالات كتير. الشفا على الجهاز، العمل على الجهاز، هتقعد على الكمبيوتر اخيرا خلصنا، مفيش حد في الجامعه. انا تعبانه، منمتش كتير. السلام عليكم. هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. دي الفيجن بورد اخيرا عملتها، كنت مزنوقه جدا في الامتحانات، فاينلز كتير في شهر واحد، عشان كده معرفتش اعملها. لكن حاليا اول يوم في الترم التاني انا رحت عملتها في الجامعه.